مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اتكلم عن الفضه المحلي والفضه المستورد واعمل مقارنه ما بينهم. اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. اول حاجه، معنى كلمه الفضه المحلي ومعنى كلمه الفضه المستورد. الفضه المحلي هي اللي بنعملها هنا في بلدنا، زي مصر او السعوديه او الجزائر او لبنان. اي بلد بتعمل فضه، يعني بتعمل اي خاتم فضه من بلدها، صنايعي او ورشه بتنفذ الخاتم ده بالظبط في بلدها. معنى كده ان هي فضه محلي. تمام. الفضه المستورد هي الفضه اللي بنستوردها من بره، زي ايه؟ زي الفضه الايطالي، زي الفضه التركي اللي احنا بنستوردها من بره. بتيجي طبعا جايه من بره، معموله بمكن، معموله بادوات احنا ما نعرفش نعملها هنا عندنا في البلاد العربيه. المكن ده مش موجود هنا اصلا. فدي الفضه المستورده. دي اول حاجه. تاني حاجه، سعر الفضه المحلي وسعر الفضه المستورد. اول حاجه عند الشراء، سعر الفضه المحلي لما نشتريها بتبقى ارخص شويه من سعر الفضه المستورد لما بنشتريها. الزبون لما يجي يشتري خاتم محلي او معمول من بلد، بيبقى سعره ارخص من خاتم تاني جاي مثلا من ايطاليا او اي بلد تانية، هتلاقي مصنعيته اعلى واكتر، فعشان كده السعر المستورد بيبقى اغلى دايما. تاني حاجه اللي هي عند البيع، لما تيجي تبيعه بقى ليه سعر تاني خالص. لما تيجي تبيع اي خاتم، معروف ان الفضه بتقل في سعرها شويه، فعشان كده مش هتقل جامد قوي في الخاتم المحلي المصنوع من البلد، لكن هتقل اكتر في الخاتم المعمول اللي مستورد من بره. الحاجه اللي بعدها الاكسده. الاكسده اللي هي ايه؟ اللي هي بتسود عامه. الخواتم المحلي بتسود اكتر اسرع من الخواتم المستورد. يعني الخواتم المستورد بتبقى مطليه بلاتين بره بطريقه انضف. عندنا هنا لو طلعناها بلاتين مش بيثبت فتره اطول، فعشان كده الخواتم المستورد بتفضل تعيش فتره اطول، ما بتسودش او ما بتغمقش شويه زي الفضه المحلي. الفضه المحلي بتغمق اسرع عشان حاجات كتير جدا، عشان العوامل الجويه اللي عندنا هنا. تاني حاجه عشان مش مطلوب بلاتين نفس طلب بلاتين اللي هم طالعينه هنا. بنطلب بلاتين بس مش نفس الكفاءه، هم طبعا احسن بكتير. الا لو طلع نيكل بقى، والنيكل ده انا قلت عيوب طبعا في فيديوهات تانيه، قلت عيوب طلع النيكل. تمام. الحاجه اللي بعدها مشكله الفصوص والاحجار. الفصوص في الخاتم المستورد او الحاجه الشغل عامه الفضه المستورده، دي وارد انها تقع اكتر عشان تبقى فيها فصوص كتيره قوي. الحاجات اللي هي الخواتم او السلاسل الحريمي بتبقى مليانه فصوص، فبتقع اسرع. يعني دي مشكله الخواتم او الشغل عامه المستورد. لكن في المحلي احنا عندنا ما بنحطش فصوص، احنا ممكن نحط حجر، حجرين، 3 احجار كده. ما نقدرش نحط كل كميه الفصوص دي. الفصوص دي كلها تحطها مكن مكن مكن، ما نقدرش نعمل سنام لكل الكلام ده. فده بيميل اكتر الميزه دي للمحلي، للخواتم المحلي. طبعا حاجه اخيره، في ناس حتى الان بتحب الشغل اللي هو العربي او اللي هو المصري او حسب الدوله بتاعتك، اللي هو المحلي عامه. تحب الخواتم او الفضه المحلي بتجيبها. وفي ناس ما بتحبهاش، لا تحب تجيب الحاجات المستورده على طول، تجيب الحاجات اللي هي الايطالي وكده. ففي كل حاجه ليه ذوق. في ناس بتحب ده، في ناس بتحب ده، لكن الاكتريه شويه كله بيحب المستورد. لكن انا عن نفسي انا بحب الشغل البلدي، الشغل المصري، الشغل الخياطة المصري او السلاسل المصري والحاجات دي. بحب انا الشغل المصري بتاعي ده عامه. الشغل ده بيطلع نضيف، جودته وشكله مختلف خالص عن الخواتم العاديه. وبس. ويكون كده عملت مقارنه بين الشغل المحلي، الفضه المحلي، والفضه المستورد، وقلت عيوبهم ومميزاتهم، مقارنه بينهم بسيطه. قول لي انت في كومنت بتحب الشغل المحلي اللي هو الشغل بتاع بلدك اللي بتعمله الفضه المحلي، ولا الفضه المستورد اللي من بره. وبكده اكون خلصت الفيديو. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت، وانا بكون افدتكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. شكرا.